تعمل ايه بعد الثانوية العامة؟ وليه لازم تبعد نهائي 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 عن البرمجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجة مبدئيا كده، تعمل ايه لو انت خلصت ثانوية عامة وجبت مجموع او ما جبتش مجموع؟ نسيب موضوع البرمجة ده شوية كده. انت في الاول بتكون راسم لنفسك دلوقتي، انت خلصت الاجازة وكفارة طبعا وكل حاجة، راسم لنفسك طريق ان انت مثلا حاطط امل ان انت تخش طب او هندسة او كلية من كليات القمة، ايا كان هدفك. انت لسه ما تعرفش انت جبت مجموعة ولا لا، وربنا يوفق الجميع يعني. دلوقتي في طريقين اتنين، لو انت جبت مجموع الكلية اللي انت عايزها او ما جبتش. لو انت جبت المجموع الكلية خلاص خش وربنا يوفقك. طب لو ما جبتش، دلوقتي قدامك كذا اختيار ولسه الدنيا مفتوحة. وطبعا لما تخش الكلية وتنسحل وتعرف الدنيا ماشية ازاي، هتعرف ان الثانوية العامة هي محطة مهمة، بس ما هي الا مجرد خطوة في طريق كبير قوي، هتعرف معناها بعد كده. اهم حاجة، شايف نفسك في انهي مجال بالظبط؟ ليه انا بقولك ليه لازم تبعد عن البرمجة؟ عشان بس مجرد ما تمشيش ورا الترند. دلوقتي انت اما تفتح اي فيديو على التيك توك او الانستا او الريلز والحاجات دي، بتشوف واحد طالع يقولك ازاي تكسب فلوس بالدولار، وازاي تتعلم برمجة في ساعة واحدة او مش مثلا في 6 ساعات، او الكلام ده موجود، بس مش حقيقي. انت لسه بره المجال ولسه ما تعرفش الدنيا فيها ايه. ويجي واحد مثلا يقول لك ليه لازم تتعلم برمجة وجرافيك ديزاين ومونتاج انت عارف انت جمعت كام كلمة في يعني ال3 كلمات دول اصلا لوحدهم؟ البرمجة متفرعة لكذا حاجة، المونتاج متفرع لكذا حاجة، الجرافيك ديزاين متفرع لكذا حاجة. في كل حاجة كلمة من دول مجال كبير وموال كبير لوحده. ما ينفعش تجمع ال3 ان انت تتعلمهم مرة واحدة، مش هتيجي ابدا. فانت محتاج دلوقتي ما تركزش مع الترند، وتبعد، تسيستم دماغك، تشوف انت دماغك ماشيه في انهي مجال. انت ممكن تكون انت من صغرك مثلا حابب الهندسه وعايز تبقى مثلا مهندس معماري مثلا او مهندس مدني، وتقف في المواقع وتشوف الناس بتبني، بس لما تيجي تطبق انت مش عارف ومش حابب اصلا. انت عاجبك الدنيا من بره، بس انت ما انتش عارف الشغل فيه ايه، ومش عارف اصلا هتشتغل فعلا كويس في الحته دي ولا لا. من الاخر كده لسه ما عرفتش دماغك رايحه فين. فبلاش ان انت تشوف واحد طالع شغال في كذا مثلا وبيقبض بالدولار ومرتاح. هو شغل البرمجه كويس، ولسه هكلمك في الموضوع ده بعدين، بس ممكن ما يكونش ليك. ممكن انت تكون شخص ما بتحبش القعده. ما هو المبرمج ده من فترة الدراسة لحد آخر يوم في عمره بيفضل يتعلم، بيفضل قاعد كده، وعلاقته الاجتماعية مش قوي عشان بيبقى محتاج وقته على طول، وحياته كلها بتروح في ان هو بيفضل على طول بيطور نفسه، وقته كله رايح في الحاجات دي. فانت ممكن تكون شخص مش ما بتحبش اصلا القعدة، وما بتحبش ان انت تكتب على الكيبورد، او ان انت تشوف دنيا الاكواد دي ما تعجبكش. ممكن انت شخص تكون شاطر في البيزنس، او ان انت تكون مدير في حاجة تانية. مش شرط ان انت خلاص بقى ده سين بيقول لك انا هتعلم برمجة في 6 ساعات واقبض بالدولار. هو بتقبض بالدولار وكل حاجة، بس مش في 6 ساعات، ده انت بيطلع عينك لحد ما تبطل شغل خالص. مش الموضوع مش بالسهل. فانت محتاج بس تدور الاول في المجال وتبحث كتير. ما تروحش تسأل، اللي انت تروح تسأل حد صاحبك مثلا، او تاخد المعلومة من حد زميلك على الجاهز، بتضيع عليك فرصة بحث كبيرة قوي انت محتاجها اصلا، سواء انت دخلت مجال البرمجة او ما دخلتش. ما انت بتضيع على نفسك مهارة كبيرة قوي، سواء انت ده قررت تكمل في مجال البرمجة او لا. ان شاء الله انا هتكلم في الفيديوهات الجاية على ازاي تخش في مجال البرمجة، ولو انت جبت كلية حاسبات تخش تكمل منها ازاي، ولو ما جبتش تخش في مجال البرمجة ازاي وكده. بس انا جاي دلوقتي بتكلم على الناس اللي بره المجال. المجال كويس وكل حاجة، بس مش مناسب لكل الناس. ده اللي موصل، ده اللي بوصل.
دلوقتي انت خدت الاجازة، تأجز ولا تشتغل ولا تنمي نفسك ولا تروح الجيم ولا تعمل؟ حلو. خلينا متفقين ان انت خارج من سنة كله معدي منها وربنا عالم باللي فيها، كله عالم اللي فيها يعني. فانت محتاج توازن بين كل حاجة، ما تاخدش الاجازة دي كاجازة، لا انت لسه ما تعرفش نتيجتك ظهرت ولا لسه، او ظهرت ما وربنا كرمك ما تعرفش انت لسه دنيا الكليات فيها ايه. دلوقتي في كليات جديدة وفي كليات بتبقى محتاجة اختبار قدرات والحاجات دي. فانت اول حاجة تعملها تعمل سيرش عن الكليات، وتشوف انهي كلية مناسبة لعقلك. انت شايف نفسك مثلا، شايف نفسك دكتور، شايف نفسك مهندس، شايف نفسك ان انت راجل اداري، شايف نفسك ان انت بتعرف يا عم تلعب كورة، الحاجات دي عادي. بتشوف بقى الكلية المناسبة ليك وتبحث عنها وتظبط نفسك على حسب المجموعك وتخشها ان شاء الله. جينا للحتة التانية بقى، انت تشتغل في الاجازة ولا لا، او تشتغل عموما في فترة الكلية ولا لا. دي بتتحدد على حسب كل شخص من التاني. لو انت راجل قررت ان انت تكمل في مجال البرمجة، فبيبقى متاح ليك ان انت تشتغل فريلانس، او ان انت تقضي سنين الكلية بتاعتك كلها ان انت تنمي نفسك، وبعد كده بتبدأ تشتغل لما تتخرج. بس الاحسن طبعا ان انت تشتغل في فترة الدراسة لو انت قدرت يعني، عشان خاطر بتاخد خبرة، وممكن تعمل مشروع ولا حاجة تحطه في السي في بتاعك يفيدك بعد كده لما تيجي تقدم. طب لو انت مش في مجال البرمجة، يستحسن طبعا ان انت تنزل سوق العمل. مش شرط بقى سوق العمل اللي هو انت دخلت تجارة مثلا او دخلت حقوق ان انت خلاص بقى لازم تروح تشتغل تحت ايد محامي او تحت ايد حد يعلمك المحاسبة. هو طبعا يفضل كل واحد يشتغل في حاجة في المجال، بس اي شغل ايا كان بيديك خبرة، بيديك خبرة بقى اللي هو السوفت سكيلز، اللي انت بتتعامل مع الناس. ده مثلا شخص كويس عشان عمل موقف كذا، ده شخص مش كويس عشان مثلا اذاك. انت بتتعامل مع الناس وبتاخد خبرة. اي شغل بيديك خبرة، انت بتحدد الشغل اللي يكون مناسب ليك، ومثلا يكون المرتب بتاعه مناسب لظروفك وبتنزل. هو طبعا ما يعني المرتبات ما بتبقاش انت حاطط عينك على مرتب عالي قوي، ان انت اصلا لسه نازل شغال، مش ما عندكش خبرة اصلا. فانت بتنزل تشتغل، تاخد خبرة وتاخد نسبة فلوس برضه. وبالنسبة للرفاهية، انت في الاجازة تريح خالص ولا؟ ما هو انت اسمها اجازة عشان انت بتريح يعني، انت خارج من سنة لازم تاخد بريك كده وتظبط الدنيا. فانت محتاج توازن بين الحاجات دي، ان انت تشتغل على نفسك وتشوف مثلا لغة زي اللغة الانجليزية، اللغة الالمانية، تشوف الحاجات دي تنمي نفسك فيها، بتفرق معاك طبعا بعد كده. وكل حاجة، اي خطوة دلوقتي بتبدأها بدري بتفرق عن ناس كتير، عشان النت ما خلى كل حاجة دلوقتي فري. فانت ممكن تلاقي واحد زميلك متعلم مثلا انجليزي او الماني، فانت اي خطوة بتاخدها بدري بتسبق في سوق العمل. ما تيجي تتخرج كده وتشوف سوق العمل، لو انت متعلم مثلا طول الاربع سنين او 5 سنين بتاع الكلية بتاعتك فضلت تتعلم فيهم، بتفرق كتير عن الناس اللي معاك. فانت مطالب يعني تخش تشوف كده لغة تنمي نفسك فيها، تشوف كتب، ممكن تقرأ كتب. الموضوع ده جميل وبيفيد جامد، وتستثمر وقتك فيه يعني بينمي مهاراتك. وطبعا لازم تشوف لو انت هتخش في البرمجة تظبط الدنيا، لو مش هتخش خلاص أجز بقى مع الحاجات دي، تظبط دنيتك وتاخد برضو اجازة وزي الفل. وزي ما قلت، لو انت قررت ان انت تخش مجال البرمجة، ان شاء الله في الفيديوهات الجاية انا هقولك تعمل ايه وما تعملش ايه ودنيا كبيرة قوي. فان شاء الله استنونا في الفيديوهات الجاية. كان معاكم محمود شجاع، السلام عليكم. اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل مشاركة.